ده ليوناردو مونتانيجرو ملياردير بائس لدرجة ان هو ما بيطلعش من اليخت بتاعه اصلا. ابوه بيحاول يتصل عليه ويوصله علشان يكتب كل حاجة باسمه وما يديش ولاده البنات غير شوية ملايين، ولكنه بيبقى في بارتي فما بيردش. ودي تبقى كيت سولفان شغالة في توصيل البيتزا في محل صاحبتها تريزا، وبتشتغل كمان في شركة تنظيف سجاد، وعندها 3 بنات ومش متجوزة، وبتذاكر كمان علشان تبقى ممرضة. تاني يوم شركة التنظيف اللي شغالة فيها كيت بتبعتها لليخت بتاع ليوناردو، واول ما بتخش اليخت بتنبهر بيه، فبتتصل بصاحبتها تريزا وبتقول لها احنا مش عايشين تريزا. فتريزا نصحتها تشقط صاحب اليخت، فصاحب اليخت سمعها وقال لها نشقط ما تشقطش. وبعد كده بيكلم المساعد بتاعه بيقول له ابعت لي واحد عناب عشان عندي اكتئاب، وابعت لي ماري واختها. وبيقوم بعد كده علشان يلبس هدومه، فبتشوف هنا كيت التاتو. بيروح بعد كده ليوناردو يلبس هدومه، وبتقعد كيت تظبط نفسها عشان تعجبه. بيلبس وبيطلع وبيسلم عليها وهما بيتكلموا، بيجي لعناب، وبعد كده بتيجي ماري واختها. فبتقول له ماري او اختها لماذا لا تنضم الينا في الجاكوزي، فقال لها هي بنا، وبتقعد كيت عشان تنظف السجاد اللي هنا. واثناء ما ليوناردو بيكون مع ماري واختها في قلب الجاكوزي، بتيجي اخته ماجدة اللي بعتها ابوه، فبيستقبلها وبيعمل لها درينك. فقالت له من امتى بشرب قدامك؟ فقال لها دي عادات وتقاليد قديمه، انا كنت عايزه اسالك على حاجه. بابا عايش ولا ميت؟ قالت له لسه عايش وهيكتب كل حاجه باسمي عشان انت انسان مستهتر. ليوناردو بيتضايق وبيطلع يقعد فوق شويه. فبتيجي كيت وهي بتنظف، قال لها انا نفسي في حاجه بس مش عارف ايه هي. اعملي لي كوبايه مانجا، اصل انا بحب المانجا. فقالت له انا جايه انضف سجاد مش هعمل عصير. فقال لها صح عندك حق، وقام رميها من فوق اليخت. وبعد كده رمى لها المعدات بتاعتها، وبيسيب كيت تبلبط في الميه، وبيقرر يروح هو واخته يودعوا ابوهم قبل ما يموت باليخت بتاعه. فبتروح كيت تعيط لصاحبتها تريزا وبتقول لها ان هي اترفدت من الشغل، ده غير ان هي عليها $3000 تمن المكنه اللي باظت اللي بتنظف السجاد. وفي تلك الاثناء بيكون ليوناردو في اليخت بتاعه ومعاه كريستينا، وبيبقى بيدور على حاجه كده بس ما بيلاقيهاش، فبيطلع يدور لحد ما بيلاقيها. فبيفرح جدا، ولكن بسبب ان هو سكران وبسبب حركه اليخت بيتقلب وبيبقى على وشك ان هو يقع. فبيفضل ينادي على حد يلحقه ومحدش بيلحقه، فبيقع في الميه للاسف. تاني يوم بيصحى يلاقي نفسه على الشط وهو لابس الروب، فبيتمشى في المدينة لحد ما بيقابل الشرطي ده، فبيوديه للمستشفى. وفي المستشفى بيفضل يزعل الدكتور وبيقول له ان هو مش فاكر اي حاجة. وبعدين بيقول له بقولك ايه، شوف لي ممرضة احلى من دي. فقال له يا ابني صدقني دي احلى واحدة هنا. فقال لها بقول له يزودك المرتب. المستشفى بعد كده بتنزل اعلان ان عندها واحد فقد الذاكره، فبتروح اخته على المستشفى وبتفهم من الدكتور ان هو فقد الذاكره، وان هو ممكن يفتكر وممكن ما يفتكرش. فبتروح تبص عليه وبتتاكد ان هو فقد الذاكره، وبعدين بتقول للدكتور انا معرفوش. وفي تلك الاثناء بتكون كيت بتقرا الاعلان بتاع المستشفى، وبتقول لتريزا ان ده الواخد اللي رماها هي والحاجه بتاعتها في قلب البحر. فتريزا قالت لها بما ان هو فقد الذاكره ففي طريقه ندفعه بيها $3000. فتريزا بتاخدها من ايديها وبتروح المستشفى ومعاها ورق يثبت ان كيت تبقى مراته. فبتستلم كيت المتعلقات بتاعته اللي كانت في جيبه وقت ما الشرطه لقيته. هو بيروح للدكتور وبيقول له مراتك جت تستلم مكاليو. فقال له الهانم لسه فاكراني؟ لحظه انا متجوز اصلا؟ فجت كيت وقالت له هاني. فقال للدكتور دي مش مراتي. فكيت بدأت تطلع الورق المزور اللي معاها والصور اللي معمولة على الفوتوشوب عشان تحاول تثبت له وتقنعه، ولكنه ما اقتنعش، وقال للدكتور ان دي مستحيل تبقى مراتي. فكيت قالت له انت كده هتضطرني اتكلم، ما كنتش عايزه احرجك بس انت عندك تاتو في حته كده يعني غلط. فقال لها ما عنديش تاتو. فقالت له طب بص. بيبص ليوناردو بعدين بيقول لها انت مراتي بجد؟ فقالت له في السراء والضراء يا روحي. بتستلم كيت ليوناردو وبتاخده معاها للبيت. بيوصلوا للبيت، واول ما ليوناردو بيشوف البيت وبيشوف الوضع كده بيقول لها وانا فقير. قالت له انت فقير قوي. وبيخش ليوناردو البيت وبيلاقي الاولاد مستنيينه وعاملين له لافتات ترحيبيه، والبنات بتقول له الحمد لله على السلامه يا بابا. فخد كيت على جنب كده وقال لها العيال دي مش ولادي، العيال دي مش شبهي. فقالت له انت عندك مشاكل واحنا شفنا متبرع. فقال لها نهار اسود فقير وما بخلفش. فقالت له حبيبي ما انت عارف الموضوع ده ما بيفرقش معايا، اهم حاجه ان انت مكفي بيتك وبتشتغل شغلانتين غير شغل البيت. قال لها بيت مين؟ انا بشتغل شغلانتين. وفي تلك الأثناء بتكون أخته ماجدة راح تشتري فازة علشان تحط فيها تراب من شواية ناس مخيمين وكانوا بيشوا، وتروح تقول لأبوها إن ليوناردو مات وإحنا حرقناه. وفي تلك الأثناء بيكون ليوناردو بيطبخ، وبعد ما بيخلص محاولاته إن هو يعمل لهم العشاء بيعمل لهم العشاء وبياكلوا، وكيف بتنيمهم. وبترجع كيت تلاقيه قافله قدام باب الأوضة وبيقول لها يا 6 سنتي يا تعب لي هارتي. فقالت له مفيش الكلام ده، الدكتور قايل راحة تامة لمدة 3 سنين. وبعد كده خدته وطلعته بره البيت عشان ينام هنا، واديته الإزازة دي عشان لو حب يخش الحمام بالليل.
تاني يوم بيصحى ليوناردو عشان يروح الشغل مع جوز تريزا، وجوز تريزا ده شغال مقاول، وطبعا بيبقوا متفقين معاه ومعرفين كل حاجة، وهو شخصيا بيبقى مستمتع لدرجة ان هو بيطلع التليفون بتاعه وبيبدأ يصوره. بعد ما بيخلص ليوناردو شغل مع جوز تريزا بيروح السوبر ماركت عشان يجيب الحاجات بتاع العشاء، وبيعمل لهم العشاء وبيتعشوا، وكيت بتنيمهم، وبتلاقي ليوناردو قافله قدام باب الأوضة، فقالت له مش الدكتور قال راحة تامة؟ فبينزل المسكين ينام برا البيت كالعادة. وتاني يوم بتنزله كيت يشتغل مكانها في توصيل البيتزا عشان تفضى هي للمذاكرة، فبيرجع بالليل ومعاه ايس كريم وبيقول لها يعني جايب لك ايس كريم وكده، فقالت له راحة تامة، فقال لها شكل مفيش فايدة بقى، وبياخد الازازة بتاعته وبيطلع ينام بره. حياة ليوناردو بعد كده بتبدأ تختلف، وبيحس بطعم أو الفلوس يكسبها بعرق جبينه، وبيرجع في يوم بعد الشغل بيلاقي بنته مش عارفة تركب العجلة، فبيقرر يساعدها تتعلم ركوب العجل، وبيبدأ يهتم ببناته كلهم لأنه خلاص مقتنع إن هو أبوهم فعلا، وبيقوم بكل مهامه كزوج وأب على أكمل وجه، لدرجة إن هو بيرتب الأكل اللي في التلاجة. وبتبدأ كيت تلاحظ إن أولادها بدأوا يحبوه، خصوصا البنت الصغيرة لأن هو علمها ركوب العجل. وفي تلك الأثناء ماجدة بتروح لأبوها وبتقول له إن ابنك مات وإحنا حرقناه، فبيحزن طبعا على ابنه وبيحضن الفازة اللي فيها التراب بتاعه، وبعدين بيشم كده فبيقول لها هو الواد ريحته رحمضاني ليه؟ قالت له بابا ما انت عارف ليوناردو كانت حياته كلها معيز، كان بيحب اللحمة أوي حبيبي. وفي تلك الأثناء بيكون ليوناردو راجع البيت وبيلاقي كيت بتذاكر، فبيقترح عليها يحضر العشاء، فقالت له يا ريت. بيبدأ يحضر العشاء فعلا ولكنه بيتعور في ايديه، فقال لها الحقيني يا كيت انا بموت، فبتجري عليه كيت وبتقول له ده جرح بسيط، فقال لها لا مش بسيط انا بموت. كيت بتبدأ تعمل له الاسعافات الاوليه وبتقول له مفيش حاجه بسيطه، فبص لها جامد كده بعد ما خلصت وقال لها تسلم ايدك يا احلى ممرضه في الدنيا. وبعدين بيقول لها ان هو هيقوم عشان ما يعطلهاش، وبياخد الازازه كالعاده. فهنا بتضعف كيت وبتقول له ممكن تخش تنام على الكنبه، فقال لها ايه ده رضيتي عني؟ فقالت له يعني. تاني يوم بتروح كيت لتريزا وجوزها وبتقول لهم ان هي خلاص قررت تعترف له بالحقيقه لانه بقى بيصعب عليها جدا، ويعتبر كده سدد الفلوس بتاع مكنه التنظيف، وخلاص هي خلصت امتحانات فما بقتش عايزه منه حاجه تاني. وبتروح كيت فعلا البيت عشان تعترف له، وبتلاقيه عامل عشاء للبنات، فبتقول له ان هي عايزه تقول له على حاجه مهمه ولكن للاسف ما بتقدرش تقول له، وبتقول له ان النهارده عيد جوازنا ال15. فبيفرح ليوناردو وبيقرروا يحتفلوا، وبيخرجوا يحتفلوا بعيد جوازهم ال15، وبعدين بيقفوا هنا شويه مع بعض. وبعدين قالت له ليوناردو افرض ان انت صحيت الصبح لقيت نفسك مليونير هتسيبني؟ قال لها مستحيل. فقالت له ابتدينا الكدب بقى طابله وصحيت لقيت نفسك ملياردير، قال لها برضه مش هسيبك. فقالت له يلا بينا على البيت. واخيرا ليوناردو بيسيب الكنبه وبينام على السرير، وبالمناسبه دي اسمها فيونا. تاني يوم النتيجة بتاع الامتحان بتطلع وبتتأمل كيت إن هي تخش كلية التمريض، فبمناسبة الموضوع ده بيخرجوا كلهم وبيقضوا اليوم على الشط. وعلى الشط واحد بيشوف ليوناردو من اللي كانوا بيشتغلوا على اليخت، فبيصوروا وبيبعت الصورة للقبطان، فالقبطان بيروح لأبوه بيقول له ابنك عايش. أبوه ما بيبقاش مصدق نفسه وبياخد بعضه وبيطلع عليه. وفي الوقت ده بيكون ليوناردو راجع مع كيت وبيتقابلوا كلهم عند الباب بتاع البيت. الغريب بقى هنا ان اول ما ليوناردو بيشوف ابوه بيقول له سواء هندخل الحاجه دي واجي، وبتبقى كيت مش فاهمه فيه ايه، فبيطلع ليوناردو تاني من جوه وبيقول لها انا افتكرت، وبيبدا يفتكر ان ده ابوه ودول اخواته، وبيبدا يفتكر ان هو عنده فلوس كتير جدا، وبيفتكر هنا ان كيت مش مراته اصلا، وبيفتكر ان هي اللي كانت جايه تنظف السجاد ورماها في البحر، وبيفهم ان هي عملت كده انتقاما منه. فبيقول لها ان هو هيخش يلم هدومه وحاجته ويمشي. فبيخش البيت يدور على اي حاجه ليه ما بيلاقيش لان هو جاي البيت ده من غير اي حاجه، فبيطلع يقول لها انا جاي من غير حاجه. فقالت له حبيبي ما هم لقوك على الشط من غير هدوم بس انا اتحركت اقول لك. وبيمشي ليوناردو للاسف مع ابوه، وبيقعدوا البنات يقولوا لامهم ان هي ما بتعرفش تطبخ وان هم عايزين بابا، مع ان هم عارفين ان هو مش ابوهم يعني. وفي تلك الأثناء بيكون ليوناردو رجع لحياة العز، وأبوه بعت يجيب ماري وأختها، ولكن ليوناردو بيحس إن في حاجة ناقصة وإن هو مش عايز يعيش الحياة دي. وفي الوقت ده بتظهر كيت وبتبقى جاية تعتذر له، فأول ما بيشوفها بيقول لأبوه إن هو بيحبها وعايز يعيش معاها، ولكن أبوه ما بيرضاش، فبينط ليوناردو في قلب المية وبتنط كيت في قلب المية. فابوه مسك البتاع ده وقال له لو رحت للبت دي هحرمك من ميراث. فاختار هنا ليوناردو ان هو يكمل حياته مع كيت، وفي حفله صغيره كده بيتجوز ليوناردو كيت والبنات كلها بتبقى مبسوطه، وده عشان تقريبا هيعمل لهم فطار كل يوم قبل ما يروحوا المدرسه.